سمعتوا قبل كده عن الشائعات؟ طيب تعرفوا يعني إيه؟ تعالوا أحكي لكم حكاية هتفهمكم أكتر. كان في مرة ولد اسمه علي. علي سمع إنه في القرية عندهم في كنز مستخبي. راح جري علي على أصحابه علشان يبدأوا يدوروا عليه مع بعض في كل مكان. وفي الآخر وبعد ما دوروا كتير وبعد ما تعبوا قوي من كتر التدوير ملقوش حاجة. فكر علي بعدها، طيب ما أسأل حد كبير. وفعلا راح سأل باباه، وباباه عرفه إنه مفيش ولا كنز ولا حاجة، وإنها مجرد شائعة. بعدها فهم علي وتعلم درس إنه المفروض ما يصدقش أي كلام يسمعه. ده بالظبط اللي بيحصل لما بنصدق أي حاجة بنسمعها وإحنا مش عارفين إيه مصدرها. الشائعة هي المعلومة الغير صحيحة واللي غير مؤكدة واللي بتتنشر بين الناس. والشائعات للأسف مشكلة كبيرة جدا، بتسبب قلق وتوتر وبتأثر على علاقات الناس وبعضها. دي كمان بتنشر الجهل وبتأثر على أمن مجتمعنا. طيب إزاي نخلي بالنا من الشائعات؟ بطرق كتيرة جدا، منها إننا نختار مصادر موثوقة نعرف منها المعلومات، وإن أخلي بالي من تاريخ النشر لأنه ممكن يكون خبر قديم وخلاص خلص ويرجع تاني ينتشر. كمان لما الاقي المعلومة اللي بدور عليها منشورة في أماكن كتيرة والأماكن دي أماكن موثوقة.